السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بعنوان هذا هو الدجال. الفيديو ده لو انت عندك وقت، لو عاوز تسمع طريقة تفكير مختلفة مش مجرد معلومة جديدة، وعندك وقت ممكن تفكر، فأتمنى تشوف الفيديو ده بإذن الله سبحانه وتعالى. في ادعاء أنا بقوله، الادعاء ده بقول إن الفترة اللي احنا فيها دي هي فترة الدجال. الادعاء ده أنا هقول مبني على إيه، وهقول ان تعالوا نقرا قران ونشوف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام اليهود ونشوف الاحداث اللي حوالينا، وبعد كده نقدر نحكم اذا كنا فتره الدجال ولا لا. في النهايه لو انت نفسك شخصيا ما قدرتش بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقران وطريقه تفسير الواقع ده اللي انت تتعرف على الدجال، فما فيش حد هيساعدك ان انت تتعرف عليه. دي حاجه، ده ادعاء. واخيرا احنا كمسلمين عندنا طريقه اللي هي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اسمع وشوف، يمكن تستفيد بمعلومه او تستفيد بطريقه تفكير، او يمكن تقول الكلام ده كله غلط، فيبقى انت عرفت واحد بيفكر غلط بيفكر ازاي. فتعرف على الاقل تقدر، لو انت شايفه على باطل في نقطه معينه، تقدر تقول له الهدى فيها ايه وتبين له طريقه. اول حاجه عشان نيجي بقى ندرس احاديث الدجال ونشوف هو مين الدجال او نقدر يبقى عندنا تصور قوي عنه، تعالوا نشوف حديث ابن صياد. النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه في شاب يهودي اللي هو ابن صياد ان هو يكون الدجال. عمر بن الخطاب اراد اللي هو يقتل الشاب ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، لانه لو هو الدجال فعمر بن الخطاب مش هيتسلط عليه ويقتله، ولو مش هو الدجال فيبقى عمر بن الخطاب قتله غلط. طيب نستفاد ايه من القصه دي؟ نستفاد الاتي. رقم واحد، هل النبي صلى الله عليه وسلم شاف على وجهه كلمه كافر؟ طب لو ما شافش على وجهه كلمه كافر، طب مش الدجال هيبقى مكتوب على جبينه كافر؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بما ان هو يعني اكثر الناس ايمانا في الامه ويزن الامه كلها بالايمان، لو هناخد الحديث وهنفسرها بالظاهر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض بس ينظر على جبينه، فلو راى كافر يبقى هو الدجال، ولو ما راش كافر يبقى مش هو الدجال. في تأويلات للكلام ده، بس أظهر تأويل فيهم إن تفسير أحاديث الدجال وتفسير أحاديث آخر الزمن ما بيكونش بالمعنى النصي، بيكون بتفسر أحاديث على إنها كأنها رؤى. يعني إيه؟ يعني مثلا النبي، تخيل كده وانا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه في معارك نهايه الزمن الناس هتستخدم سي 4 اكسبلوسيفز وهتستخدم دبابات وهتضربوا بيها طيارات وهيكون مش عارف معاهم اربجيات. هل يعقل ان في حديث زي ده؟ لا يعقل طبعا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الكلام ده اصلا قدام الصحابه فهم مش هيفهموا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، وبناء عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيكلفهم فوق طاقتهم ان هو يرددوا كلام هم مش فاهمين فيه اي حاجه ومفروض يوصلوا رساله للناس. دايما الاحاديث بتتكلم عن المستقبل، غالبا بتتكلم باسلوب رمزي، زي اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف. اللي عاوز يفسر احاديث الدجال بطريقه الى اقرب للصواب يفسرها زي ما ممكن يفسر الرؤى. فده اول حاجه. تاني حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه، فمعنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للحديث ده ما كانش متاكد اذا كان هو ده الدجال ولا لا. وبناء عليه المفروض ان المسلمين بيكونوا بيحتاطوا، ولو شافوا حاجه فيها دجل عالي ممكن عندهم مشروع ليهم، مش اللي هم يجزموا ان ده الدجال، لان هو على الاقل يدرس الموضوع. انت في النهايه يقول ان ده الدجال لو حصل تطابق بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورمزيتها مع احداث معينه. زي بالظبط كانك لو شفت لوحه مرسومه بالفحم وشفت منظر طبيعي، الفحم غير الطبيعه خالص، ده اسود وده بالوان، ده يعني 2 دايمنشن او اللي هو ثنائي الابعاد، والطبيعه يعني ثلاثيه الابعاد. انما في النهايه بتقدر لما تشوف منظر من الطبيعه مرسوم بفحم تقدر تقول ده هو ده. هي دي معنى الرمزيه وتطبقها مع الواقع. طيب الدجال في آية في القرآن بتقول ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. طيب مين هما الاثنين اللي واحد فيهم من الجن وواحد فيهم من الإنس أضلوا الكافرين؟ الآية دي يعني غالب المفسرين بيفسروها على إن اللي من الجن هو إبليس،
واللي من الانس اللي هو ابن ادم الاول اللي هو اللي يسمى، والله اعلم التسميه صحيحه ولا خاطئه، اللي بيسمى القبيل. طيب السؤال بقى، هل يعقل لو موضوع ان هو ابن ادم الاول عشان عمل القتل او قتل نفس فهو اول من يعني اضل الناس بفتنه القتل، يبقى معنى كده ان هو اللي اضل البشريه كلها، فكل الكافرين هيجوا في الاخره يقفوا امام الله عز وجل ويقولوا ان احنا عاوزين يعني نضع تحت اقدامنا؟ طبعا هو تفسير ليه وجهه نظر، بس في تفسير تاني ان هو الشخص ده الدجال. طب لو الدجال، هل الدجال لو بيجي في اخر الزمن بس، هل هو بيبقى معنى كان هو اضل الامم السابقه كلها؟ طب ليه يبقى الدجال ده لو هو قاصر على اخر فتره في حياه امه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ازاي هو اضل البشريه كلها؟ اللي ممكن يقدر يخلينا نفهم موضوع الدجال بطريقه اوضح شويه حديث ان هو اللي فيه دجالين هيسبقوا الدجال، وان ما من نبي الا وانذر قومه الدجال. يعني سيدنا نوح والنبيين كلهم انذروا قومهم الدجال. فلو احنا مشينا بالمنطق يبقى الطبيعي ان هو طالما ان الانبياء حذروا اقوامهم يبقى هو كان خطر على اقوامهم، فعشان كده حذروا اقوامهم. فالمنطقي ان يكون الدجال هو خطر على كل يعني فتره من فترات التاريخ مع كل الامم وكل البشر، عشان في النهايه الكافرين يقولوا ربنا ارنا اللذين اضللنا من الجن والانس. الشيخ عمران حسين بيرى ان هو الدجال هو شخص بيظهر كل فتره، والشخص ده يعني محبوس في دايمنشن تاني من الزمن او في بعد تاني من الزمن. والكلام ده على فكره مش كلام تافه او كده، الكلام ده ليه وزنه، بس ووزنه ممكن نتكلم عليه ودي يعني تفسيرات كتيره جدا. بس خلينا الله يكرمكم نركز في نقطه معينه وما ننكرش الشيخ عمران حاجه هو قالها وليه منطق قوي وراه. التفسير والله اعلم اللي ارجحه ان هو الدجال هو شخص بيظهر كل فتره، فهو بيظهر في حياه كل امه، والشخص ده بيكون من المضلين اللي بيضل الامه. ولكن اخر واحد في الدجالين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هيظهر 30 دجال قبل الدجال النهائي، فالدجال ده اخر دجال فيهم ده هيكون باعظم فتنه فيهم. وعشان كده جت معظم التنبيهات ضد الدجال ده، واللي هو يعني عينه اليمنى عوراء وعينه اليسرى عليها يعني ظفرة غليظة، والكلام ده اللي هو فيه تفصيلات وان شاء الله هنتكلم عنها. طيب يبقى التصور اقرب تصور ان الدجال ده شخص موجود في معظم الاجيال، عشان كان الانبياء كلهم حذروا اقوامهم، بس اخر دجال فيهم هو ده اعظم فتنه فيهم. طيب هنلاقي في حديث سيدنا موسى والسامري، هنلاقي ان شخص زي السامري ده في حاجات غريبه. ايه الحاجات الغريبه؟ اول حاجه السامري شاف الملائكه ازاي؟ هل من طاقه بشر ان هو يرى الملائكه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، هو عرف منين ان اثر قدم الرسول ليها خصائص معينه من اللي هو احياء الموتى او ايا كان. رقم ثلاثه، عرف ازاي يستغل الخصائص دي، فمعنى كان ان هو كان ليه علم خاص. وسيدنا موسى في النهايه اللي كان غضب جدا من سيدنا هارون في الفتنه دي، ان جعل السامري قال ما خطبك يا سامري، وفي النهايه قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. يعني سيدنا موسى ذات نفسه ما يقدرش يمس السامري، والسامري ليه في الحياه ان يقول لا مساس، يعني ما حدش يقدر يمسه او يلمسه بسوء، وهو اللي يختار ان تقول لا مساس. فده من علامات اللي هو الشخص ده ليه طاقه مختلفه عن بقيه الناس، عنده علم مختلف عن بقيه الناس. هنلاقي في شخص تاني ظهر مع سيدنا سليمان اللي عنده الانتقال الآني، اللي هو قال لا اله الا الله رسول الله، قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فمعنى كده ان الشخص ده راح لغايه عرش بلقيس وجاب العرش ورجعه تاني في لمح البصر، فده حاجه اسمها انتقال آني. في تفسيرات للكلام ده اللي هو دعا باسم الله الاعظم، كلنا عارفين اسم الله الاعظم، في ادعيه كتيره فيها اسم الله الاعظم، كل يعني
ايه الخاصيه اللي في ده، في الشخص ده؟ الخاصيه الله عز وجل ذكرها، قال الذي عنده علم من الكتاب. الاولاني قال عفريت من الجن، يعني كانت قوه الاولاني انه عفريت من الجن، والتاني قوته قال الذي عنده علم من الكتاب. ففي شخص عنده علم معين، عنده قدره معينه، كان في ظاهر مع سيدنا سليمان. في شخص تاني ظهر في بدايه الامه، يعني في عهد الصحابه، اللي هو عبد الله بن سلام. الشخص ده مين الناس اللي بيتعجبوا عنه؟ مثلا واحد زي ابراهيم عيسى بيقول مش منطقي ان هو الشخص ده يكون موجود اصلا. ازاي واحد يستطيع ان هو يعمل فتنه في مصر والشام والكوفه ويروح المدينه واليمن، كل المناطق دي، وهو يعني ما فيش وسائل انتقال ساعتها وما فيش وسائل اتصال. الشخص ده ازاي يبقى ليه ملكه في اضلال الصحابه ذات نفسهم، وفي اضلالهم، اللي هو انا اقصد اللي هو يعمل بينهم فتنه. طبعا الصحابه هم ائمه الهدى، وازاي هو في نفس الوقت يقدر ينتقل بالصوره دي ويعمل الفتنه بالطريقه دي. ففي حاجات كده في التاريخ تحط عليها علامه اكس مش مفهومه. والله عز وجل كل حاجه لا يجليها لوقتها الا هو. كل حاجه ليها وقتها، كل حاجه ليها الوقت اللي الله عز وجل بيظهر علمها فيه. طيب، في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي ان المفروض بقى، احنا قلنا طب كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوفها في علامات الدجال المفروض نفسرها بطريقه الرؤيه. هقول على علامتين بس، صفتين من صفات الدجال الفيزيائيه او الجسديه، اللي هو اخر دجال فيهم ان هو شعره في جعد الشعر وشعره طويل. تمام؟ وخليكم معانا صفحه الهدايه فتن النهايه، هضع نص احاديث لان يعني مش عاوز اقول بقى الاحاديث كلها واقراها كلها، خليها موجوده عشان تدرس في صفحه الهدايه فتن النهايه. خلينا دلوقتي واحنا في الحلقه بنتناقش في المعاني اللي هتضيف يعني باذن الله سبحانه وتعالى الجديد معانا. فالشخص ده سبط الشعر او اللي هو جعد الشعر وشعره طويل، دي حاجه. تاني حاجه عينه اليمنى فيها عور، والعور مش معناها عمى تماما، لا، العور معناها عيب، يعني عينه اليمنى معيوبه، وعينه اليسرى عليها ظفره، كأن ظفره غليظه، في روايات كانها كوكب دري، في روايات كثيره جدا كانها زجاجات خضراء. في النهايه لو جيت تفسرها بطريقه الرؤى، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف في الرؤيا ان هو عينيه مغطاه بظفره غليظه، ممكن دلوقتي في عالم المعاصر بتاعنا نقول ان هو ببساطه بيلبس نظاره. يعني انت لو لقيت شاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ان هو شاب، الشاب ده ليه شعر طويل ومجعد، او مجعد يعني كيرلي او متموج، يعني الشاب ده بيلبس نظاره وعينيه اليمين هي اللي فيها مشكله، والشخص ده بيعمل انواع من فتن معينه، ساعتها ممكن تفكر تشترك فيه. وهنشوف ايه انواع الفتن اللي الدجال ممكن يعملها من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حلينا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الدجال لما بيجي يعمل يعني ده احنا قلنا دي علامات الدجال. طب احنا دورنا ايه لما الدجال يظهر؟ نروح نقاتله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قتال الدجال ولا حثنا على ايه مع الدجال؟ هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه. معنى كده ان الدجال بيقول حجج بيسلب بيها عقول الناس، بيقول شبهات، عشان كده قال للمؤمنين حتى المؤمن يفضل ان هو يبتعد عن الدجال، لانه ممكن يقول شبهات يضل بيها المؤمن ده. فيبقى الدجال هيقول حجج، والحجج دي هيضل بيها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لو موجود هيحاجه. فيبقى دي اول حاجه الدجال بيعملها، اضلال عقول الناس. ده رقم واحد. رقم اثنين، هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وبيحذر المؤمنين من الدجال. بعد تحذيره الدجال على طول بيقول ايه؟ بيقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض. فمعنى كده ايه؟ ان الدجال الفتن اللي هيعملها في عقول الناس وهيضل بيها الناس، هيخلي الناس تقاتل بعضها البعض. ولما الناس واذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فمعنى كده ان دورك في وقت الدجال تكف يدك، واللي انت لو تعرفت على فتنه بيقولها بيضل بيها الناس تحاج الفتنه دي من غير ما تحاول تحتك بالدجال ذات نفسه وتعرض نفسك لفتن. الفتنه لو جت وظهرت قدامك كيفيات الفتنه تبينها وتوضحها للناس. احنا كده بنبص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القران، في تفاصيلات كتير جدا وفي احاديث كتير جدا ممكن نتكلم عليها، بس خلينا في الاحاديث اللي فيها حاجه عمليه، مش مجرد ان هو علامه زي علامه الشعر او العين.
حاجه عمليه، هو هيقول ايه؟ هيقول حجج. وظيفه اهل الايمان ايه لو الله عز وجل وراهم اصل الحجج اللي هم يحاجوا؟ الحجج دي هيقولها، هيعمل بيها ايه؟ هيعمل فتنه وقتال بين الناس. طيب دلوقتي في بقى نقطه ثانيه. النقطه الثانيه بتقول ايه؟ مين اللي هيقتل الدجال؟ عيسى ابن مريم. طيب هو قوه الدجال دي جايبها منين؟ قوه الدجال في ايه من القران بتلمح ان الشخص ده ممكن يكون الدجال، وده ممكن يكون سبب قوته. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. في شخص معين الله عز وجل اعطاه من الايات ومن العلم، انسلخ عنها والشيطان اتبعه وكان هو من الغاوين. الشخص ده هنلاقي فيه روايات يعني بتقول ان هو شخص معين وعمل يعني اشياء معينه كان من علم او كده وضل او كده. كلها روايات، ما شفتش يعني روايه صحيحه فيها. في النهايه الشخص ده لو الشيطان هو يعني هو اللي بيمكن الدجال من العلم اللي هو بيتعلمه، هو اللي بيمكن الدجال من بعض القدرات الخارقه، فهو ده اللي يفسر ايه سبب قوه الدجال، ايه سبب ان هو ممكن يرى الملائكه، ايه سبب ان هو ممكن يسيح في الارض بسرعه، ايه سبب ان عبد الله بن سبأ كان بيتنقل في الارض بسرعه. إيه يعني هنبتدي نفهم يعني ليه هو اصلا سمي المسيح، لانه بيتنقل في الارض بسرعه. الكلام ده كله ممكن يفسره علاقته بالشيطان. طيب دلوقتي هنشوف بقى، احنا خدنا نبذه كده مختصره. ممكن بقى ان شاء الله بعد كده نعمل حلقه عن تفسير اللي هي علامات النبي صلى الله عليه وسلم قالها في اللي الدجال يعني هتكون من علامات الدجال. مثلا ان هو ياتي على قوم فيدعوهم يعني فان لم يجيبوه يعني فالدنيا السماء لا تمطر عليهم وبيتحولوا لفقر وشده، والعكس لو اجابوه بيتحولوا رخاء ونعمه. طيب الحديث ده ممكن يتفسر ازاي؟ ممكن يتفسر ان الناس اللي بيدعوهم لدعوته وبيسمعوا كلامه، الناس دول هم اللي بيتحول يعني مثلا يعني زي موضوع ليبيا. هنفترض ان فتنه الثورات دي فتنه الدجال، والناس اللي اطاعوا الدجال في ليبيا هم اللي اقاموا الثورات من القبائل اللي كانت معاديه للقبائل الحاكمه. فاللي سمع كلامه هم دلوقتي اللي بيحكموا، وهم دلوقتي اللي بقى عندهم الملكه، واللي ما سمعش كلامه هم اللي حصل فيهم القتل والمذابح والقصف وانتهاك الاعراض وي. ولو حد بيتابع بعض التسريبات اللي بتحصل عن انواع التعذيب اللي ممكن تحصل في الناس دول في القرى اللي كانت حاكمه اللي لم تجيب الدجال، فساعتها ده ممكن يفسر الكلام اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده. ممكن تعترض، الطبيعي انك تعترض، لانك انت لو فكرت باسلوب معين لفتره طويله عن الدجال، وبعد كده واحد بيقول لك تعالى فكر باسلوب مختلف، باسلوب انت بتفسر الرؤيه، مش باسلوب اللي هو الكلمه حقيقه بظاهرها، فاكيد هتلاقي عندك بعض المشاكل في التقبل في الاول. بس مع التفكر واحده واحده هتلاقي باذن الله سبحانه وتعالى تطابق بين الرمزيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسمها لنا عشان يهدينا بيها لما تحدث الفتنه في ارض الواقع، نقدر نتعرف على فتنه.